لكل الناس اللي بتقرف من شوربه الكوارع فالفيديو ده مش ليكم. اما الفيديو ده بقى للناس اللي بتحب شوربه الكوارع، فتعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوها وتظبطوها وتطلع طعمها تحفه. اول حاجه هنجيب الكوارع بتاعتنا ونكون منضفينها كويس قوي وغسلينها بالملح والليمون والخل. بعد كده هنجيب حله وفيها ميه بتغلي وهننزل فيها الكوارع من غير اي حاجه تانية، وهنسيبها تغلي 5 دقايق بالظبط. وبعد كده هنصفي الكوارع منها ونصفي الميه دي خالص، مش عايزينها تاني. الميه دي بقى فيها كل الزفاره او اي حاجه مش مستحبه. هنرجع بقى في نفس الحله بعد ما غسلناها ونحط فيها معلقه من السمنه، فص مستكه، كام ورقه لورا وحبهان وقرنفل، والبطل بتاع اي شوربه بعملها وهو الفلفل الاسمر الحصى. لو عايزين الشوربه بتاعتكم تكون كلير كده ورايقه لازم تعملوها فلفل اسمر حصى مش فلفل اسمر عادي. نزلت بقى الكوارع تتشوح كده تشويحه حلوه. بعد كده نزلت الخضار اللي هو بصل، جزر، طماطم، تقدروا تحطوا كرفس او اي حاجه انتوا بتحطوها في الشوربه عاده. بعد كده حطيت عليها ميه مغليه، لازم مغليه مش ساقعه، وهغطيها بقى. وهسيبها قد ايه؟ لا هسيبها كتير، الكوارع بتحب النار الهاديه والوقت الطويل. انا سبتها تقريبا 3 ساعات ونص. بنحط الملح في اخر نص ساعه وكل شويه بنفتح عليها وبنزود لها ميه عشان بتنقص. وده بعد ال3 ساعات ونص حرفيا دايبه. بنعرف ازاي ان هي استوت؟ بندخل فيها شوكه كده، ولو دخلت لحد الاخر تبقى هي كده استوت. هي كده جاهزه بقى تتحط في طاجن، تتاكل مسلوقه، تعملوا فيها اي حاجه. انا بحب كده اخليها واحط عليها الشوربه مع عصره ليمون وفلفل اسمر، وبجد يا جماعه طعمها تحفه. لازم الناس اللي ما بتحبش الكوارع دي تديها فرصه ثانيه. يلا قولوا لي بقى تريكاتكم في الشوربه، واتمنى تجربوها لو مش بتعملوها بالطريقه دي. وبالهنا والشفا مقدما.